السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا تم الموافقة على دخول 150 جرام ذهب للمغتربين بالخارج من غير جمارك، وتم إضافة 14% قيمة مضافة. إيه الحكاية؟ خدها مني نصيحة، لا تنسى أبدا بأن الفرص لا تنتهي، ولو أنت شعرت من جواك أن الفرصة خلصت ده أسوأ حاجة أنت بتعملها. الأسعار كلها رايحة والاتجاهات كلها رايحة إن الذهب هيرفع من 2300 دولار ل 2400 دولار عالميا، ولكن وحط تحت ولكن دي 100 خط. في نظرية دلوقتي موجودة عند كل التجار، وهي إن أي حاجة لا تخضع للمنطق ليها رد واحد بس، إن مصر ليها خصوصية تانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت النهارده لما بتشوف السعر العالمي رافع وبتروح للتاجر علشان تشتري وبتقول له انا عايز اشتري، فبيقول لك السعر غالي، فبتقول له ليه؟ يقول لك عشان الشاشه العالميه والسعر العالمي رافع. فحضرتك بتروح وتستنى لما الشاشه العالميه بتنزل، وبعد كده تروح عشان تشتري ذهب تاني، فتروح للتاجر فيقول لك السعر غالي، فتقول له ليه؟ ما الشاشه العالميه نزلت. يقول لك لا والله مصر ليها خصوصيه تانية. وده بيوجهنا للسؤال، مين هنا المتحكم في سوق الذهب في مصر في الوقت الحالي؟ وايه كمان المتوقع الفترة اللي جاية في شهر 6 وشهر 7 بعد دخول 150 جرام من بره؟ طيب لو انا النهاردة اشتريت من 2800 ل 3000 جنيه عيار 21، تنصحني بايه واعمل ايه؟ ووجهة نظر الشخصية للفترة اللي جاية، هنعمل ايه؟ هنشتري ولا هنستنى؟ ولو استنينا هنستنى لحد سعر كام ونبدأ ان احنا نفكر في الشراء؟ احداث كتيرة الفترة دي محتاجة تتوضح، ركز معايا في الفيديو ده علشان هنوضحها. بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. يلا بينا. السلام عليكم. اخيرا تم الموافقة على دخول 150 جرام ذهب من بره. طيب ايه حوار ال 14% القيمة المضافة؟ وايه حوار ان هي بتتحسب على المصنعيه ولا الجرامات؟ لا، الطبيعي ان هي هتتحسب على المصنعيه مش على الجرامات. لو هي اتحسبت على المصنعيه كده القرار هيبقى ممتاز جدا، وهيساعد ان الدنيا تهدى في مصر واسعار الذهب تنزل شويه عن كده على الاوضاع اللي احنا شايفينها. اما لو كانت اتحسبت على الجرامات يبقى ودنك منين يا جحا، كاني ما عملتش حاجه وقرار واتبروز على الحيطه. وده قرار ممتاز جدا خدته شعبه الذهب. طيب مين المتحكم في سعر الذهب في مصر دلوقتي؟ الخوف والقلق. خوف المصريين على مستقبلهم، والقلق على مستوى المعيشة اللي هم عايشين فيه. وكالعادة وقت الأزمات الناس بتتجه للملاذ الآمن اللي هو الذهب، وبيبقى الخيار الأول لإيمانهم إن ده أكتر أصل في جودة وفي ثقة. وطبعا مع عدم ثقة المصريين في العملة اتجهوا إن هم يسحبوا فلوسهم اللي هي الشهادات 18% من البنك، وبدأوا إن هم يروحوا يوجهوها ناحية الذهب. وده طبعا أثر على أسعار الذهب وارتفعت بشكل قياسي. سوق الذهب هنا مش اللي بيحركوا تقديرك الشخصي، إنما التجار ورؤيتهم لفزع الناس وخوفهم على المستقبل وخوفهم على فلوسهم من التضخم. على سبيل المثال، لو انت النهاردة شايف ان الذهب سعره دلوقتي مبالغ فيه، وفعلا ممكن يكون عندك حق وسعره فعلا مبالغ فيه، بس ده لو رأيك ممكن يكون صح بس ملوش لازمة طالما في عدد من المشاركين في السوق شايفين عكس كده. وهنا بيبقى قدامك خيار من الاتنين، يا إما تتمسك برأيك الشخصي وتمتنع عن الدخول في السوق لأنك شايف إن السعر الحالي غير منطقي ومبالغ فيه، وهنا السوق مش هيتأثر قوي برأيك الشخصي. يا إما تكون عارف إن السعر مبالغ فيه وغير منطقي، بس الناس هتفضل تشتري رغم ارتفاع الأسعار، وإن أنت كمان لازم تشتري علشان تمشي معاهم وعلشان تستفيد من فرق رفع الأسعار اللي انت شايفه. ولازم أن تكون واثق من جواك انه قدام هيبقى السعر كمان مبالغ فيه وهتلاقي برضو الناس بتشتري. هو ده بالظبط اللي حصل مع المصريين الفترة دي. طيب ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية في سوق الذهب خاصة في شهر 6 وشهر 7؟ طبعا بعد الموافقة على دخول 150 جرام ذهب من بره للمغتربين، هيبدأ السوق في مصر ان هو يستقر وينخفض، والأسعار لازم هتنزل، ما ينفعش تبقى عالية زي ما احنا شايفينها دلوقتي، لأن خلاص قصة العرض والطلب ما بقتش موجودة، وحجة ان بقى الناس مطالبة ان هي تشتري سبائك وجنيهات هتقل. هتبدأ تشوف موازنة في السوق الفترة اللي جاية، خاصة كمان لو تم رفع الفايدة من الفيدرالي الأمريكي في شهر 6 اللي جاي، الأمور عالميا هتبدأ هي كمان تنزل، وبرضه محليا لازم هينزل. وبرضه لو حصل تعويم او حصل انه تم ضخ السيوله الدولاريه في البنوك المصريه، الاسعار هتنزل وهتنزل وهنشوف مستويات
ما كناش متوقعين ان احنا ممكن نشوفها تاني. ممكن نرجع لل 1900 وال 1950. هنشوف المستويات دي الفترة اللي جاية لو فضل الاوضاع كده هنشوفها. طيب يا عم حسام، لو انا النهارده اشتريت على 2800 و 3000 جنيه عيار 21، انا كده خسرت فلوسي وتنصحني بايه؟ لا، اوعى تفكر ان انت كده خسرت فلوسك. انت حافظت على قيمه فلوسك من التضخم، ولازم أن تكون عارف ان ده مش مضاربه. احنا قلنا الذهب لحفظ قيمه الفلوس، مش ان احنا كل شويه نضارب ونجري. اشترينا النهارده نروح نشوف الاسعار بكره، كده غلط. انت حافظت على قيمه فلوسك الفتره اللي جايه. الذهب لما بيطلع لنقطه وبينزل عندها تاني، الفتره اللي بعدها لما بيجي يطلع بيعدي النقطه دي. يعني الطلوع المره اللي جايه هيعدي النقطه بتاعت ال 2800 وال 3000 جنيه، لان احنا متوقع على اخر السنه نشوف 3000 جنيه، خاصه لو الفيدرالي ثبت الفايده، او على لما يجي ناخد الدفعه الجديده اللي هي هتبقى الدفعه الثالثه من صندوق النقد من اول شهر 9، هتلاقي برضو في ذبذبه حاصله في السوق، وهتلاقي ان الذهب سعره رفع تاني. ده تاريخ طويل قوي مع الذهب. طيب انا من وجهة نظري الشخصية الفترة دي نشتري ولا نستنى؟ انا عندي مبدأ ان انا بفضل ثابت عليه. انا شايف ان احنا هنستنى، وهنستنى شوية كمان لحد ما نشوف الاوضاع في السوق رايحة لحد فين. الشراء دلوقتي، انا طبعا كل اللي متابعني وشايف الفيديوهات دايما عندي كلمة بقولها: ما ينفعش ان احنا نشتري في وقت ارتفاع او في وقت صعود لاسعار الذهب. انا ده ما بحبوش. دايما بحب لما باجي اشتري في وقت استقرار، وفعلا يكون استقرار، مش استقرار مزيف، لا، وقت استقرار ووقت انخفاض. ولسه ممكن نستنى لحد ما نشوف الذهب الفترة اللي جاية هيروح لحد فين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد له استفسار يسيبولي في الكومنتات وانا برد عليها. سلام.